ركزي معايا هنا. بصوا، احط بقى ايه رشه حلوه كده عليهم، رشه بضمير. ده يا جماعه بصوا بقى سنين، بقى له سنين محطوط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعمل النهارده منظف للستانلس حلو جدا، يا ريت يعجبكم. اول حاجه حطيت هنا معلقه بوتاص اللي هو البوشار او القاتونه او حجر تسليك البلاعات. تاني حاجه عندي كميه كده من الصودا اش او الزهره البيضاء، احط الكميه كلها. تعتبر مثلا ايه معلقه صغيره، معلقه كبيره بوتاص ومعلقه صغيره اللي هي ايه الصودا ايش. طيب المكون الثالث هاخد معلقه كبيره من الشبه. الشبه يا جماعه حلوه جدا في المنظفات، حلوه للبكتيريا ولاي بكتيريا في الاقمشه. برضو انا استعملتها في منظف للاقمشه، حلو جدا جدا جدا. ده خدت معلقه. ماشي، هبتدي بقى ايه في الوقت ده البسي كمامه، وشوفي بقى هيبقى يطلع فيه غازات، فلازم تلبسي كمامه وتبعدي، ما تقلبيش، تبعدي تماما عن المكون. بس ده تحفه جدا. هبتدي اجيب كوبايه ميه، عايزه منك كوبايه ميه. لاحظي بقى التفاعل. بس هبتدي بقى ايه افصل لغايه ما يدوب وارجع تاني. كده داب كل المكونات اللي فيه، ومجرد ما داب هتسيبيه مثلا 10 دقايق. هتجيبي بقى الرشاش بتاعك. انا كنت عامله تجربه، هتجيبي اي ازازه لو الرشاش بتاعك اتكسر او حصل له اي حاجه، اللي هي الازازه بتاعته. اما الرشاش سليم حطي على اي ازازه، فانا ما عنديش اي ازازه بلاستيك، عادي ازازه دواء بس اشطفيها عشان ما يحصلش رياكشن. هتبتدي تجيبي هجيب اهو. اقولك على فكره، هتجيبي اي حاجه تكون رفيعه. بصوا، هتخشي كده عشان ما يتدلقش. ماشي، لو ما عندكيش وهتصبي كده. كده احنا كملنا ال 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 الازازه. هتحطي بقى الرشاش عادي جدا، واللي هيقع عندك في الطبق ابقي استعمليه بعدين. ركزوا بقى معايا في الحته اللي جايه. عندك بقى حوض استانلس فيه بطش، فيه حاجه مركون، اي حاجه، اي صدى، كل ده باذن الله بفضل الله يقع. بس بعد ما تحطي، لو عندك جلافز، البسيه، ما عندكيش يبقى تغسلي الازازه من بره. ركزي معايا هنا. بصوا، احط بقى ايه رشه حلوه كده عليهم، رشه بضمير. ده يا جماعه بصوا بقى سنين، بقى له سنين محطوط. الاستانلس هنا برضو مكان الفتح والقفل، هتحطي كل الخلط. بصوا، من غير دعك يا جماعه، هي بتنزل بعد فتره من الوقت. الحته دي احنا ما حطيناش فيها، بس اتخد من دي على دي فراحت. بصوا في الاتساخات، بصوا يعني هو جميل جدا. طيب تعالوا بقى الناحيه الثانيه، هنشوف هنا احنا حاطين هنا، ولو ما اتحطش عشان ده بقى له فتره. بصوا يا جماعه، سبونج بيروح حبه بحبه، لان ده تكلسات السنين. هدعكه بيروح حبه بحبه. هجيب برضو عشان هنا في صفار، في اصفرار هنا، صدى على الستانلس. بصوا، احط عليها تاني، واحط حوالين الايه كده. احنا بصوا بدأ كده ينزل. بصوا بدأ لما انت سبتيها شويه بدأ ينزل لوحده. هتيجي بقى تدعكي، هو لوحده بينزل. هترشي، مش عايزه تدعكي، هو لوحده بينزل. شايفين بينزل ازاي؟ خلاص يا جماعه، ولو سبتيه هيروح لوحده. بس
عشان اوريكم بالاسبونشة العادية انتهت. شوفوا كان شكله ايه وعامل ايه لوحده. الاوساخ بتروح، اي صدى، اي تكلسات، اي تجمعات دهون بقالها فترة بفضل الله بتختفي بفضل الله في ثواني. بصوا لو سبتيها برضو رشيتي عليها تبقى ايه حلوة جدا. تعالوا نشوف كمية الاوساخ. تعالوا بقى نغسل هنا. يعني ايه بصي، يعني انت لو دعكتي بسلكه هيلمع، لكن في الاول لو مهما دعكتي بسلك مش هيلمع ولا حاجه. بصي الحوض اللهم بارك. بصوا انا كل ده عشان ايه؟ ممكن اجيب سلكه يدعك في ثواني، بس انا كل ده بقولك بالسبونج. ولو سبتيه فتره من الوقت من غير اي حاجه هو هينسى بمسحه واحده. مفيش احلى من كده. الحبه اللي باقيين بصوا سلكه خلاص، اللي احنا ما رشناش فيها بصوا ما بتطلعش. هنا طلعت في منتهى الجمال. طبعا دي انا هسيبها بعد فتره من الوقت لوحدها ايه هتروح. شوفوا بقى المكان اللي كان هنا بفضل الله كل التكلسات راحت. برضو هنا من غير ما امسح بصوا، من غير ما امسح كله راح، عايز بس يتمسح، بس انا سايبه التركيبه عليها. هنا برضو بصوا فين الاصفرار كله عايز بس مسحه. بصوا اللي حتى الدواخل بصوا يا جماعه، بصوا عايز بس هي حته ويتنشف، بس انا سايبه التركيبه. اوريها لكم برضو في النهايه. حته موكيتا كده قسمتها عشان اجيب اللي جوه. بصوا يا جماعه، طبعا كل الاوساخ هنا. لو عايزه بقى الاستيكر يروح هترش رشه كمان وتسيبيه كده. الوصفه